بيكم في قناتي احلى الاكلات. هنعمل النهارده مع بعض السجق البلدي او الصدق كما بعض الناس بيسموه. هنعمله بطريقه نظيفه وحلوه احسن من نجيبه من بره مش عارفين ولا ضامنين معمول ازاي. احنا طبعا اولادنا بيحبوا السندوتشات من بره فنعملها لهم في البيت انضف طبعا. تعالوا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. انا معايا بصله مقطعه قطع صغيره. هنزل بيها بطاسه على النار في معلقتين زيت، ويدوبك بس البصله هتاخد تدبل شويه مش هتاخد لون خالص. هيكون مجهزه طماطم، 3 حبات طماطم مقطعهم قطع صغيره هنزل بيهم مع البصله. هسيبهم حوالي دقيقتين وهنزل بمعلقه صلصه من بتاع البرطمانات المركزه. معايا نص كيلو سجق مقطعه قطع صغيره هنزل بيه على الطماطم. هغطي عليه واسيبه حوالي 10 دقايق. مش هضيف اي توابل اكتر من الملح. السجق بتاعنا بيبقى فيه توابل وفيه كل حاجه. هنزل عليه بالفلفل الالوان والحار لو انت عايزه. هنزل بقى بعد كده ننزله من على النار عشان الفلفل ما يتغيرش لونه. وهنعمل مع بعض احلى سندوتشات سواء بالعيش البلدي او العيش الفينو طبعا زي ما انتوا حابين. وهتعملي احلى سندوتش لاولادك ضامناه وضامنه معمول ازاي. لو اول مره بتشوفوني لايك وشير لو عجبكم الفيديو. بحبكم في الله.